يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مساء القمر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين يا حلوين. وحشتوني كتير كتير جدا. يلا بينا نشوف جولة. بصراحة بقى الجولة دي وانا بقلب كده في الجاليري عندي لقيت الجولة دي كنت بصراحة مصوراها من رمضان ونسيت خالص خالص انزلها، عشان طبعا اكيد في رمضان الناس طبعا مش بتبقى فاضية اوي تشوف الفيديوهات او كده. ممكن قبل رمضان، يعني رمضان الدنيا بتبقى هادية اوي والمشاهدات بتبقى ضعيفة جدا، فكنت شايلاه عندي قلت انزله بعد العيد وبعد كده نسيت فلقيته بقى عندي قلت انزله بقى معاكم كده عشان دي جولة حلوة جدا في الريسبشن. بس هنشوف مع بعض كل تفاصيل كل حاجة، ولو عايزين اي حاجة عيوني ليكم. وكمان هندخل الجاردن كده مع بعض نتفرج عليها كده ببساطة وسهولة. عايزة اعمل فيها افكار حلوة كتير، عايزاك تقترح عليا لو في افكار في بالكم. انا بحب الجو بتاع زمان، نفسي اجيب التليفون القديم، الكراسي بتاعت زمان، الترابيزة اللي كانت بتبقى موجودة على القهوة زمان. الحاجات اللي هي تفاصيل البسيطة الحلوة دي المريحة للعين ومريحة طبعا للنفسية جدا. عشان كده اول ما بلاقي حاجة كده موديل قديم زي البراد الصاج بتاع زمان، الحاجات الكيوت القمر دي، بجد ببقى نفسي يعني اعمل ديكور كده حلو ان شاء الله. بس اما الاقي وقت بامر الله هبقى اعمل ديكورات حلوة. يعني عايزة ميكس، يبقى ميكس زمان وميكس مودرن بتاع دلوقتي، يعني اعمل اجزاء كده، عايزة تظبيط شوية. الفيديو ده ليه جزء تاني بتصوير تاني هنزله برضو معاكم الفترة اللي جاية. ممكن الفيديو اللي جاي برضو يبقى هو نفس الفيديو بس بتصوير مختلف مع الديكورات اللي زادت من فترة رمضان لحد النهاردة. اكيد بنجيب ديكورات وبنختلف شوية. هنشوفه برضو مع بعض الفترة اللي جاية. قبل اي حاجة ما تنسوش لايك قمر وتعليق قمر برضو زيكم، وكمان اشتراك في القناة. لو مش مشتركة في القناة ياريت تفعلي الجرس. اول بقى ما بندخل من باب الشقة في طرقة طويلة جدا حوالي يعني 7 متر حاجة كده. دي بقى فيها تويلت كده للضيوف اللي وريتهولكوا دلوقتي. دلوقتي بقى داخلين على الريسبشن، حاطة شجرة كده كبيرة، حجمها كبير على فكرة، هي ممكن ما تكونش واضحة اوي في الصورة. السفرة بقى مكونة من 6 كراسي. سفرتي القديمة كانت 8 كراسي وكانت حجمها كبير جدا. بجد اوعوا تجيبوا سفرة كبيرة ابدا، هتندموا بعدين. على قد ما هي كانت بتشيل العيلة وعيلة العيلة، بس بجد يعني حاجة خنيقة جدا. فمنصحكمش خالص ان انتوا تجيبوا سفرة كبيرة. على شمالي كده في المطبخ، امريكان كيتشن طبعا. انا طول عمري نفسي اعمله، وبصراحة هو مريح للناس اللي بتاخد بالها من مطبخها وما بتسيبش المواعين بايتة. يعني مريح. بس طبعا لو في مدرسين او كده فبصراحة بدخلهم غرفة تانية خالص. هنا مع سامحوني بقى كنت بحضر العزومة، فكنت بحضر الاطباق من قبلها بليلة، بغسلها كده في غسالة الاطباق، او لو ما فيش غسالة اطباق بغسلها واصفيها واعرف الطبق ده هيتحط فيه ايه والسيرفيس ده هيتحط فيه ايه، واطلع الاطباق والمعالق والشوك والسكاكين على عدد افراد المعزومين. الحلويات بقى ما مش بحبها بايتة الصراحة، بس في حاجات بتتعمل قبليها بليلة، في حاجات بسويها اول ما بصحى على طول ابتدي في الحلويات. وطبعا الاكل ببقى مطبقاه من بالليل، يا دوب على الشوي، على التسوية، على لو هعمل مكرونة بشاميل بسلقها على طول، وبعمل البشاميل ببقى معصجة اللحمة كده. يعني بعمل التحضيرات دي قبليها، يا دوب بس لو هسوي صينية كنافة تبقى طازة في نفس اليوم. بس بحضر بقى التسالي، بغلفها بستريتش رول زي ما انتوا شايفين. حتى الكوسترات اللي بطلع عليها الحاجات سخنة طبعا عشان رخامة السفرة ما تبوظش مني، ببقى مجهزاها كل حاجة. الكبشة بتاعة التقديم، المغرفة بتاعة التقديم، الحاجات اللي زي كده. وبحط الفازة والشمع عادي برجعهم تاني زي ما هو، عشان طبعا اللي يدخل يلاقي المنظر لطيف. بس بجهز لكل واحد بولة وطبق صغير وطبق مفرود. طبعا اكيد شفتوا الفيديو تحضير العزومة بتاع رمضان. البوفيه بقى جنبيه النيش صغير كده يدوب واخد كام طقم من الكاسات. بس كده كان سيمبل جدا بصراحة مريحني. كان عندي برضو النيش الكبير شوية،
اللي هو عبارة عن ضلفتين كده ودرجين من تحت. لا، اتخلصت منه طبعا، وجبت النيش الصغنن ده، يا دوب قطع ازاز كده وتحتيه درج صغير، هبقى اجيبهولكوا تاني. هنا بقى ده الانتريه طبعا، غيرت كذا سجادة، غيرت كذا كوشن. الحاجات بقى اللي ندمت عليها اني عملتها، اني عملت الكراسي روز. طبعا الروز لون رقيق وبحبه جدا، وكان اول ما جه كان حاجة كده سيمبل ومميزة ومش تقليدية خالص ولا موجودة عند ناس كتير. فبصراحة دي ندمانة عليها، لان في بقع مش عارفة اطلعها خالص. احاول اطلعها معاكم في فيديوهات وروتينات كده ان شاء الله قريب. بس الكنبة السوداء دي مستحيل اندم عليها، حاجة كده بجد عظمة عظمة، ولا بقعة ولا اي حاجة. وانتوا عارفين طبعا ان انا كل قعدتي في الريسبشن انا والولاد، بنتغدى في الريسبشن وبنقعد بنسهر بالليل على السوفة دي، على بنفتح الشاشة قصاد السوفة على طول، بنقزقز لب بقى، بناكل تسالي ونقعد بقى. يعني حياتنا كلها هنا. سامحوني لو في طبعا بوجي وطمطم وديكورات رمضان، ان شاء الله رمضان اللي جاي نفرشها تاني مع بعض. عملت لكم فيديو طبعا لتزيين الشقة في رمضان والحاجات اللي زي كده. مجرد بس ما بنقول اسم رمضان كده بنحس براحة نفسية قد ايه جميلة. ان شاء الله نعمل حاجات حلوة وجديدة ومختلفة، لو ربنا ادانا العمر ان شاء الله نفرش مع بعض فرش حلو كده وديكورات مختلفة. لو ربنا ان شاء الله ادانا العمر اكيد هنعمل حاجات حلوة كتير. طبعا رمضان 2025 في شهر 3 ان شاء الله، ربنا يعود علينا الايام بخير ويعدي الفترة الجاية على خير يا رب ان شاء الله. الحاجات برضو اللي ما ندمتش عليها هي دايما هتلاقوها البيزك، الكوشنز الابيض في السود دي. ممكن شوية الالوان بندم عليها، برجع اندم عليها. طبعا الحاجات البيزك الاسود، السجادة سودا، مش ندمانة عليها ابدا. ولا الرمادي ابدا ممكن اندم عليه، لان دي الوان كده محايدة وبتليق على كل حاجة، وكمان بتبقى مريحة للعين. حتى لو هي غامقة هي بتبقى مريحة وعمرك ما بتملي منها. بتبقى عايزة بس تجددي فازة، تجددي ورد، تجددي مفرش، حاجات زي كده. فالاسود والابيض والرمادي الحاجات الاساسية دي عمرنا ما بنزهق منها. حتى ترابيزات كنت جايباهم من هوم سمارت. كنت جايباهم ترابيزتين اللي في الانتريه الازاز، برضو عمليين وحلوين، مع ان واحدة كسرت منهم ازاز بس عادي هيتغير. هنا بقى الجنينة بعد ما زينتها في زينة رمضان، بحب اصورها لكم وانا لسه منضفاها كده والنجيلة تبقى خضرة بعد ما برشها مية. هنا الفيو طبعا على يميني حمام سباحة وقصادي على طول يعني منظر العمارة اللي قدامي. بجد يعني حاجة مش لطيفة. نفسي بقى اعمل ان شاء الله برجيلة، مش برجيلة، هي حاجة كده برول كده، زي تندة برول حديثة بتبقى موجودة في الكافيهات والمطاعم الكبيرة. بيعملوها طبعا لان طبعا بيحصل عوامل جوية ومطر وكده، فبيقفلوا بحاجة كده برول. هوريكم فكرتها، بس هدور على احسن حد بيعملها ان شاء الله ابقى اعملها، لاني مكشوفة جدا. وعايزة برضو اغير الزرع، بصراحة زهقت منه جدا جدا. بس حاجات رمضان بقى على قد ما بتدي بهجة وكده بس بتعمل ازعاج ومنعكشة كتير. فاحنا بقى ايه، اول ما رمضان بيخلص طبعا بنلم الحاجات دي وبنغسل الكوشنز الجديدة بتاعت رمضان ونحافظ عليها للسنة الجاية. عايزين نزود عليها حاجة بنزود، مش عايزين هتحسي ان انتي نسيتيها فعلا، ففرحانة بيها وانتي مطلعاها من الاكياس بتاعتها كأنها جديدة بالظبط. طبعا كل ده اتشال طبعا بعد رمضان. عايزة برضو نفسي اغير لون الجاردن عندي. نفسي اغير الكشافات، حاجات كتير ممكن تتغير، بس يعني ايه، كل حاجة ليها وقتها. انا الحمد لله من الناس اللي مش بتستعجل على حاجة، بصبر كتير قوي، فعشان كده اكيد ربنا الحمد لله بيكرمني يعني. ودي بقى المقولات اللي كنت قايله لكم عليها، واغير مكانها. ممكن على السلالم بحط كل واحده على سلمه، ممكن بحطهم على الرفوف دي. النجيله دي ملزوقه بغيره، الحد اللي جه لزق لي النجيله في الارض، فقلت له انا الفكره دي كانت على بالي، فقصت لي النجيله على كل سور كده، عملت الحركه دي. اسيبكم بقى كملوا الجوله، ويا رب يكون الفيديو عجبكم والجوله عجبتكم، وانتظروني في فيديو جديد.